2500 جنيه ميزانية شهرية لأسرة 5 أفراد. مطلوب إن أنا هطلع منها كل البنود: فطار غدا عشاء، وبند للمنظفات وبند للخزين لو وفر منها كمان. ازاي هعمل ده كله من 2500 جنيه؟ تعالوا مع بعض هنشوف ازاي قسمنا ميزانية 2500 جنيه على شهر كامل على أسرة 5 أفراد، وطلعنا منها كمان بند للتوفير، وكملت معانا الشهر بأمر الله من غير ما نحرم نفسنا ولا نحرم ولادنا. وهنطلع وجبات في نهاية الفيديو. تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله تطلعي من الفيديو مستفادة، يعني مستفادة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا حنان، دي قناتي، قناة للتوفير والتدبير، كل حاجة تخص البيت. خدي لفة في القناة، ولو عجبتك الفيديوهات ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والأفكار الحصرية بأمر الله. وقبل ما نبدأ تقسيم الميزانية بتاعتنا، في خطوات مهمة جدا لازم تعمليها قبل ما تقسمي الميزانية بتاعتك، وقبل ما تنزلي وتشتري اي حاجة، علشان ما تضيعيش نص الميزانية وعلشان توفري منها كمان. ايه الحاجات اللي هنعملها؟ اول حاجة ان انا هفتح الفريزر بتاعي واشوف ايه الحاجات اللي موجودة عندي، ورقة وقلم، واكتب ايه اللي موجود في الفريزر من الشهر اللي فات. موجود عندي نص كيلو كبد وقوانص، هكتبه. موجود عندي ان شاء الله حتى معلقتين لحمة مفرومة هيعملوا معايا وجبة، هكتبهم برضو. موجود عندي كيس فول مدمس، هكتبه. موجود عندي كيسين صلصة، هكتبهم. وفي نفس الوقت هفتح برضو التلاجة من تحت واشوف ايه اللي موجود فيها من خضار، اي نوع خضار موجود عندي هكتبه ايا كانت الكمية بتاعته. كده كده الخضار بيبوظ معايا في الصيف، فعشان ما اجيبش كمية تاني والخضار القديم يترمي وهدر في الميزانية وهدر في الفلوس وما اوفرش منها اي حاجة ومش هستفاد منها باي حاجة. وبرضه هنروح لدولاب الخزين ونفتح الدولاب ونشوف ايه اللي موجود فيه. ان شاء الله حتى موجود معانا ربع عدس، هنكتبه في ورقة. موجود معايا مثلا كوباية شعرية، هكتبها. موجودة معايا كيلو رز، هكتبه. موجود معايا نص مكرونة، هكتب. اي حاجة موجودة عندي في دولاب الخزين هنكتبها. وهنروح للمنظفات برضو. فاضل معايا منظفات تكمل معايا اسبوع في بداية الشهر، هكتب ان فاضل معايا منظفات تكمل معايا اسبوع. كل حاجة معايا هشوف ايه اللي موجود واكتبه في ورقة. طيب ايه فايدة الكلام ده؟ ان انا مش هعيد تكرار الحاجات واشتريها تاني مرة، او مش هكتر منها فتبوظ معايا، وهوفر الفلوس بتاعتها. ممكن تنفع معايا بعد كده في اي زنقة في اخر الشهر، وهتنفع معايا لو حصل معايا اي ظرف طارئ. طيب معنى كده ان الميزانية اللي انت عاملاها دي ما فيهاش توفير؟ لا، الميزانية اللي انا عاملاها دي ميزانية 2500 جنيه لو بيتك مش موجود فيه اي حاجة وفرت منها كمان، ولكن ده زيادة على التوفير توفير. هتمسكي ورقة زي كده وهتقسميها ل4 بنود. اول بند هتكتبي خزين، تاني بند هتكتبي خضار، بعد كده هتكتبي لحوم، بعد كده هتكتبي منظفات، او على حسب الترتيب اللي انت عايزاه. هتشوفي ايه الخزين اللي موجود عندك وتحذفيه من بند الخزين وتقللي منه، ايه الخضار الموجود عندك وتحذفيه من بند الخضار. تمسكي شوفي ايه الموجود عندك في اللحوم وتحذفيه من بند اللحوم، ايه اللي موجود عندك في المنظفات وتحذفيه من بند المنظفات. امشي بالورقة والقلم وانت مش هتحتاري ابدا. حددي الاكلات والوجبات اللي انت هتعمليها خلال الشهر. امسكي نفسك واعملي لنفسك جدول للاكلات اللي انت هتعمليها خلال الشهر. على اساس ده ان انت هتنزلي وتجيبي مشتريات، بحيث ان انت مش هتحتاجي اي حاجة من بره خلال الشهر بتاعك، او مش هتجيبي حاجة انت مش بتستخدميها في الشهر. انا بسرعة على تقسيمة الميزانية. ولو وصلت معايا لحد هنا قولي لي انت بتعملي كده في الميزانية بتاعتك ولا مش بتعملي كده؟ ميزانية 2500 جنيه لأسرة 5 أفراد. والله بتمشي أسرة 6 أفراد، بس أنا قلت أسرة 5 أفراد علشان تبقى واسعة معايا شوية. الخزين، حطينا للخزين 630 جنيه. هنقسمهم ازاي؟ هنجيب رز ب150 جنيه. عندي الرز هنا ب25، 150 هيعملوا معاكي 6 كيلو رز، رز سايب مش اكياس. هنجيب مكرونة ب60، هنشكلها على حسب احتياجاتنا خلال الشهر. هنجيب شعرية ب20، هنجيب عدس ب40، هنجيب فول للتدميس ب50، هنجيب زيت ب100، ازازتين زيت الازازة 50 جنيه. هنجيب سكر ب65، هنجيب 2 كيلو سكر، ممكن يعملوا معاكي من 65 ل66 30. وهنجيب دقيق ب50 جنيه. وهنجيب سمنة سايبة ب100 جنيه، اي نوع انت عايزاه سايب هتلاقيه. السايب ميزته بانه بيبقى كميته اكبر، وفي نفس الوقت العلب بتكون 800 جرام، ما بتكونش كيلو كامل. فانت هتجيبي
100 سمنة سايبة عشان تستخدميها، تعملي منها فطاير، تعملي منها كيكات، تعملي منها معجنات، هتنفعك جدا وهتساعد معاكي في الزيت. هنجيب ملح ب10 كيسين ملح، الكيس ب5 جنيه، تمام، هيكملوا معاكي الشهر حلو جدا. وهنجيب توابل ب40، اي نوعين توابل، كل شهر نعود نفسنا ان احنا هنجيب نوعين توابل بس. زمان ما كناش عايشين غير على الملح والشطة، ما عرفناش الباقي ده غير لما الزمن بدأ يتطور، اللي هو بعد كده الفلفل الاسود، وبعد كده الكمون، وبعد كده مش عارف ايه، زمان قوي بقى، مش الزمان اللي هو القريب. فنرجع بقى لزمان، كل شهر نجيب ب40 جنيه نوعين توابل، نجيب من كل نوع ب20 جنيه. يبقى كده الميزانية بتاعتنا عملت 630 جنيه، 630 جنيه للخزين. عندي اي حاجة احذفها من المشتريات واشيلها في بند التوفير، واكتب على الورقة ده مثلا 200 جنيه وفرتها او 100 جنيه وفرتها من بند الخزين، احطها في ورقة واقسمها نصين، واكتب على الورقة خزين، توفير خزين، تمام، واركنها على جنب، هتفضل معايا لاخر الشهر. طيب نروح للبند اللي بعده، وهو بند الخضار. الخضار انا قلت لكم قبل كده ونزلت كذا فيديو بتكلم عن شراء الخضار وازاي توفري منه، هتلاقي الفيديوهات موجودة عندي على القناة. الخضار انا بنزل اشتري خضار كل 15 يوم مرة، كل 15 يوم مرة، فترة طويلة، لا مش فترة طويلة ولا حاجة. الحاجة الوحيدة اللي بتبوظ بسرعة هي الطماطم، انما باقي الخضار بيكمل معاك ال15 يوم. والله والطماطم عندي بتفضل بال15 يوم مش بتبوظ، لاني بجيب الطماطم الجامدة بتاعت السلطة، وبجيب بقى للصلصة وبصلص لل15 يوم. فانت هتجيبي طماطم، هتجيبي بطاطس، هتجيبي بصل، مدة 15 يوم، كمية تكمل معاك 15 يوم، ب150 جنيه. والباقي هتجيبيه على حسب الاكلات اللي انتي ناويه تعمليها. يعني هتجيبي طماطم، بطاطس، بصل، وهتشوفي هيفضل معاكي من 150 جنيه كام، وهتشوفي انتي بقى هتعملي اكلات ايه خلال الشهر بتاعك او خلال ال15 يوم دول، وهتجيبي على اساسهم خضار. هتجيبي فلفل، هتجيبي خيار، اي نوع خضار مش بتستهلكي فيه كتير انتي ولا ولادك، بتحسي ان هو بيفضل عندك وبيدبل، ما تكررهوش تاني. لان حرام لما تجيبي حاجه لمجرد ان انتي لازم تكون موجوده عندك في التلاجة، لا، انا هجيب احتياجاتي بس. هجيب ب150 جنيه خضار، وهجيب ب50 جنيه فاكهه، الفاكهه مش قليله خالص. 50 جنيه كل 15 يوم، حلو جدا. بعمل الاسبوع التاني صينيه كيكه، حبه بقلاوه، اي حاجه هعملها من البيت، رز بلبن، اي حاجه بعملها من البيت، هتكمل معايا مع ال50 جنيه فاكهه، هيبقى حلو جدا. يبقى كده كل اسبوعين هنجيب ب200 جنيه خضار على فاكهة، يبقى في الشهر بتاعنا هنجيب ب400 جنيه خضار وفاكهة كل اسبوعين ب200. ولو في اي حاجة موجودة عندك برضو من البند بتاع الخضار موجودة عندك، اشطبيها وحطيها في ورقة واكتبي عليها توفير من الخضار، تمام. بعد كده هنروح لبند اللحوم. بند اللحوم حطينا له 800 جنيه، 800 جنيه لبند اللحوم، حلو جدا. قسمناهم ازاي؟ انا هقولك انا قسمتهم ازاي، وانت قسميهم على حسب رغبتك وحسب اللي بتحبيه انت وولادك. هنجيب ب400 فراخ، يا اما نجيب فرختين كبار، الفرختين هيعملوا معايا 5 كيلو، الكيلو ب80 جنيه، يا اما هجيب 2 كيلو وراك ب200 جنيه، الكيلو ب100. وقلت لكم قبل كده هنجيب الوراك الصغيرة، هنجيب 3 وراك ب100، هيعملوا معايا مناب 6 أفراد مش 5 أفراد. الدبابيس هديها للصغيرين، والحتة الكبيرة هديها للكبار. وهجيب على ال2 كيلو وراك نص كيلو بانيه، وكيلو كبد وقوانص. يبقى كده عملنا 400 جنيه فراخ. او هجيب فرختين كبار زي ما قلت لكم، واقسم منها واطلع منهم افكار كتير. هنجيب سمك ب400، سمك على لحمة ب400. هنوزعهم ازاي؟ هنقول ان احنا هنجيب ب150 سمك، وهنجيب ب250 لحمة، يا اما لحمة مستورد، يا اما لحمة بلدي، يا اما قطع، يا اما مفروم. بس الاحسن ان انت تجيبه مفروم، لان المفروم هيعمل معاك كذا وجبة وهيوفر عليك كتير جدا. يبقى كده عملنا كام ميزانية للحوم؟ عملنا 800 جنيه. ده لو مش موجود عندك اي حاجة في التلاجة هيكملوا معاك الشهر كله. طيب موجودة عندي حاجة في الفريزر، هعمل نفس الفكرة، هشيل من البند ده ان شاء الله 100، ان شاء الله 50 على جنب. طيب بالنسبة لبند المنظفات، بند المنظفات انا حطيت له 185 جنيه. هنجيب اي كيس مسحوق ب75 جنيه، هيكون 2 كيلو، تمام. في نوع حلو جدا اسمه باهي، في نوع اسمه ليدر. هتجيبي عليه كيلو مسحوق سايب، يبقى كده هيبقى معاكي 3 كيلو، هتخلطيهم على بعض هيكملوا معاكي شهر كامل.
وهنجيب ب15 صابون مواعين. صابون المواعين نستخدم فيه بعقل، هنخفه بحبة مية، يعني كل كيس هنحطه في ازازة وهنخفه بحبة مية عشان ما ادلقش منه كده على طول ويهدر معايا، علشان التلات اكياس 3 لتر يكملوا معاك الشهر. ال3 لتر هيعملوا 15 جنيه، اللتر ب5 جنيه. هنجيب عجينة بيضة عشان تساعد معايا مع المسحوق، ما نضطرش نجيب منظفات كتير، ب10 جنيه هتطلع لك الهدوم زي الفل. وهنجيب كلور ب5 جنيه، الكلور ده عشان المسح وعشان الروائح وعشان الحاجات دي، تغسلي منه بقى الحمام، تغسلي منه الهدوم البيضة، هيبقى حلو جدا. وهنجيب سلك مواعين ب10 جنيه. وهنجيب صابون استحمام او شاور ب50 جنيه، هيجيبوا معاكي 3 صابونات ل4 صابونات، او هتستبدليه بشاور وهتجيبي ب50 جنيه، هيعمل معاكي جيركن حلو جدا. طيب اي حاجة موجودة عندي في بند المنظفات انا ذكرتها، هكتب واشيل مثلا من الميزانية بتاعة المنظفات، واحطها برضو في ورقة واكتب عليها منظفات. طيب، وبعد بند المنظفات معايا بند مهم برضو، وهو بند التلاجة. هنجيب نص كيلو جبنة قريش، نص كيلو الجبنة القريش ب40 جنيه. وهنجيب كرتونة بيض، كرتونة البيض ب140 جنيه، ادي 180 جنيه. وهنجيب كمان 2 كيلو لبن ب60 جنيه، يبقى كده معايا 200 جنيه. هيفضل معايا من الميزانية بتاعتي، نقول كام هيفضل معايا من الميزانية بتاعتي؟ 100 جنيه. 100 جنيه من ميزانية 2500 جنيه. ال100 جنيه دي كمان انا مكملة بيتي من كل حاجة. لكن لو انت شلتي من كل بند من البنود دي 50 جنيه حاجة موجودة عندك، وفرتي من كل بند من البنود دي 50 جنيه، فانت هتوفري 200 جنيه على ال100 جنيه. يبقى كده انت وفرتي من ميزانية 2500 جنيه 300 جنيه، ومليتي بيتك خير، وجبتي كل حاجة، كل حاجة انت محتاجاها. وانا برضو بعمل كده، اي حاجة موجودة عندي ما بكررهاش وما جيبهاش تاني، وبوفر فلوسها، وبتبقى معايا لاخر الشهر. احتجت حاجة في اخر الشهر بجيبها منها نهاية. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تدعميني باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والافكار الحصرية. وده هنا كان فطارنا في يوم كنا حابين نفطر حاجة خفيفة، عملنا سندوتشات وكلنا والحمد لله. وهنا عملنا طاجن لحمة بالخضار، وعملنا جنبه حبة رز أبيض، حاجة تحفة كده بتاع مطاعم. وهنا كنا عايزين نعمل فطير وناكل فطير بعسل، فعملت لهم فطير مقلي. الفطير المقلي بيتعمل بنفس طريقة الفطير المشلتت، أو بنفس طريقة عجن الفطير المشلتت، مية وملح ودقيق، وبعد كده بعجنه وبعدين بفرده وبطبقه على شكل مثلثين عكس بعض. وبعدين بسخن الزيت، بخلي الزيت يغلي وبنزل فيه الفطير بتاعي، ما بياخدش على النار ربع ساعة. بعمل من النص كيلو 4 فطاير بالحجم اللي انت شايفاه ده. الفطير ده اسمه فطير مطبق مش فطير مشلتت. اكيد حد فيكم يعرفه، لو حد يعرفه يكتب لي في التعليقات. وزي ما انتوا شايفين طلع جميل جدا ولونه جميل وتحفة، ومستوية الفطيرة وزي الفل. بناكله بعسل، بناكله بجبنة قديمة، وبناكله بشاي. لو فضلت معايا حاجة بشيلها في الفريزر. وهنا الصينية العجيبة، صينية المسقعة اللي بعملها كل أسبوع مرة، بعملها بالشكل ده من غير لحمة ولا أي حاجة، وبحطها في علبة وبحطها في التلاجة، وبنطلع منها غدا عشاء بتمشي معايا. ودي البيتزا السريعة، بعملها في صينية على النار، بتبقى العجينة بتاعتها سايلة، وبحط المكونات كلها وهي على النار. مش مهم جبنة موتزاريلا، لو عندك جبنة قريش بتبشري شوية وتحطيهم بتمطي معاكي بالشكل ده. وهتجيبي ب5 جنيه زيتون أو ب10 جنيه زيتون، هتعملي أحلى ميني بيتزا أو بيتزا كبيرة عادي. وهنا دول حبة كبد وقوانص كنت محوشاهم وعملتهم. ودي حبة سجق برضو، لقيت السجق ب100 جنيه، جبت لهم نص كيلو وعملته. وهنا عملت صينية كيكة تحفة. وكده هشرب الشاي مع الكيكة بتاعتي. أتمنى تعجبكم الفيديوهات بتاعتي وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.